بيبدأ فيلمنا ببيت مجهول بعيد كتير عن المدينة، ومنلاقي جثة قتيل على الأرض وعلى الباب علامة الماسونية السوداء. القائد ريد عم بيلاحق جيمس بيتمكن من الهروب، لكن بتوقع رفيقته إيمي. القائد ريد وابنه سايمون بيهرقوا إيمي بدون رحمة. يبدو إنه جيمس وإيمي مصابين بوباء خطير، الله أعلم بسر هالجائحة. لكن جماعة الماسونية السوداء هن أصل البلا بكل شي عم بيصير. على الطريق العام بيكون الرقيب دانيال طالع بدورية ليلية، بيلاقي جيمس واقع على الأرض، بيحمله وبيسعفوا على المشفى على وجه السرعة. مشفى مارش أقرب وحدة صحية موجودة بالمنطقة. بيوصل على الإسعاف وبيستقبلوا الممرضات على وجه السرعة، وبياخدوا منه المريض وبينزلوه على العناية مباشرة. أجواء المشفى بتكون مضطربة، الموظفين فيها مثل قلتون. ومنشوف المستخدمة كيم قاعدة تسمك دم على المرضى وتبشرهم بالموت القريب. المريض اللي جنبها بيقلعها، بتيجي بتاخد له أكلاته وبتروح. بغرفة العناية المريض جيمس عم بيعذب الدكاترة كتير لأنه حشاش والمسكنات ما بتأثر فيه. بتفوت الممرضة أليسون على الرقيب دانيال وبتضيفه كاسة شاي. كانوا بالماضي على علاقة حميمة وخسروا فيها طفل، لكن الحب اللي بيناتهم ما ضيعته السنين. بيطلع بيتنقل بين الممرات، بيلاقي الممرضة بيفرلي فقدت صوابها، قتلت أحد المرضى بطريقة وحشية وبتحاول تقتل الرقيب دانيال، فبيضطر دانيال يقتلها دفاعا عن النفس. للأسف خرجت الأمور عن السيطرة. طاقم المشفى يصاب بخوف شديد، بيحكي لهم دانيال على كل شي صار، ويصاب بعدها بحالة توتر شديد أول مرة بيقتل فيها إنسان. بيقوم الدكتور باول وبيهديه، بيقول له يا دانيال لازم تمسك أعصابك، أنت ما غلطت، أنت فعلت القرار الصحيح وهذا اللي دربوك عليه. بيجي على المشفى المفتش ميتشل، بيقول له احكي لي يا دانيال على كل شي صار معك، وبيلومه على ردة فعله السريعة وبياخد منه المسدس. بيقول له يا زلمة أبوك كان معلمنا، أنت لمين طالع؟ وينك يا أبو دانيال تشوف هالمسخرة؟ المفتش ميتشل كان ظالم كتير، لذلك بيطلع رقيب دانيال ليبلغ على اللي صار، وبيحاول يتصل على القيادة بكل الطرق، لكن الأشرار قطعوا الاتصالات بالكامل، وحتى هاتف السيارة خربوه. بيطلع له شرير ماسوني بيهاجمه بسكين حادة وبيجرحه جرح كبير، وبيبعده دانيال بصعوبة. بيندار بيلاقي الساحة تعبت أشرار، بيهرب منهم دانيال على المشفى بآخر لحظة. بيدخل دانيال بمضاعفات النزيف وبيفقد الوعي. بعد لحظات بيصحى، بتكون أليسون وقفت له النزف، وبيقوم بيطلع لبرات المشفى، بيلاقي الأشرار زاد عددهم بشكل كبير ومحيطين بالمشفى من جميع الاتجاهات. شكل هالأشرار خطر كبير ومنعوا الجميع من الخروج نهائياً. بيسمع أهل المشفى صراخه لجيمس طالع من الغرفة، وبيكونوا مقيدينه بقضبان على السرير. منلاقي بيفرلي تحولت لوحش خطير، وبيطلق المفتش ميتش عليها النار عدة مرات، ودانيال بيتدخل بيرفس الحديد بكل قوته. بيخلصوا جيمس بصعوبة وبيطالعوه لبرا. دانيال بيسكر الباب عليه، الوحش لا يمكن مواجهته بشكل مباشر أبداً. بيطلع دانيال ليجيب الفاس، بيقول له الدكتور باول لا تحاول تواجهه. وبيوصل ريد وسايمون على المشفى بدهم يقتلوا جيمس، فبيستغل جيمس الفرصة وبيحمل موس. بدخلة ريد بيخطف جيمس ماجي على وشك الولادة ووضع حرج. بيترجاه الدكتور باول وبيتوسلوا، لكن بيطعنوا برقبته بمكان خطير. وبيحاول دانيال يحتوي الوضع، لكن الجد بين بيتدخل وبوقعوا على الأرض. بهاللحظة بيستغل الوحش الفرصة وبيخطف ميتشيل، بيسحبه لعنده على الغرفة، وبتتعقد الأمور كتير وبيبدأ يلتهمه بدون رحمة. بيحاول دانيال التصدي لكن ما في أي فايدة، فبيتصدوا له القائد ريد وابنه سايمون، بيرموه بمجموعة طلقات. آخر طلقة فيهم بتكون حاسمة وبتجي بنص راسه، وبيتابعوا القضاء عليها الوحش القذر 9 أرواح. وصل عدد الضحايا لحد كارثي. بيتواجه دانيال مع القائد ريد وبيعاملهم بشكل عنيف. ريد عنده اعتقاد انه الجميع مصاب بالعدوى، بيعامل الكل على انهم وحوش، وبيهديه ابنه سايمون وبيقول له يا بابا طول بالك. وبيسايره دانيال وبيقول له نحن سليمين ومتفاجئين باللي عم بيصير مثل حكايتك، ولازم كلياتنا نتعاون بهالوضع الحساس. في عندي بالسيارة بارودة مرتبة واحترافية، أروح ونطلع كلياتنا نجيبها سوا. بيقول له رد أنا موافق، بس البارودة بتضل معي. بيقول له دانيال ما في مشكلة خليها معك. بيطلعوا ليجيبوها، بتكون السيارة مركونة بمكان بعيد، وبيطالعوا سلاح بحذر كبير. وهن برات المشفى بتتأزم حالة ماجي، وصار لازم تعمل عملية الولادة على وجه السرعة. وبتطلع أليسون لتجيب الدواء، بدها تولدها لحالها، وهي عم تجمع الأدوية بيطلع لها الدكتور باول، كانوا مفكرين إنه مات. دانيال ورد تأخروا بالسيارة، بيجتمع عليهم الأشرار وعددهم كبير. بيشتبكوا بأوسوا واحد منهم، بيهربوا على المشفى بصعوبة، وبفوتوا بيلاقوا الصالة فاضية وبينتابوا الشك. بيقوم بينزلوا على الأب وبيدوروا عليهم. آثار الوحش موجودة والوضع مريب. برن الهاتف، دانيال بحط السماعة على دانه، فبيطلع له الدكتور باول وبيحكيه بلهجة تهديد. الدكتور باول ما مات، هو مدير الخلية، والمصايب اللي عم بتصير كلها من تحت راسه. وبيلاقوا صور كتيرة لعدد من ضحاياه، جرائم كبيرة مروعة مرتكبها الشيطان. بينزل دانيال على المستخدمة كيم، بكلفها بتوليد ماجي، بوصيها تضل معه على اتصال بكل خطوة هو بيمشيها. بيقول له القائد رد يا دانيال شغلتنا عند هالخنزير هذا الواطي بيعرف كل شيء، فبيضغطوا عليه بعنف وبيهددوه بالقتل إذا ما حكى. بيقول لهم الدكتور باول ما خلى جريمة إلا ما ساواها، كان قائد لعمليات إجرامية عنيفة ومرعبة كتير.
وأسس لعمليات خطف وبيع أعضاء وجرائم جنسية خطيرة، واخترع من الأدوية مواد مخدرة من العيار الثقيل، ضيع عقول الناس فيها وعمل من الحشاشة جيش كبير. الرقيب دانيال مع القائد ريد قرروا يحطوا حد لهالظاهرة الإجرامية. بينزلوا على الأبو ليطاردوا الدكتور باول في طابق تاني تحت الأرض وألعن من اللي قبله. المتابعة فيها مجازفة والوضع خطير. المستخدمة كيم بتدلن على الممرات بالكامل. بيكتشفوا الشباب مخططه الشيطاني وبيلاقوا قدامهم باب بخوف. بيترددوا كتير لكن بيدخلوا عليه. بيدخلوا الشباب بيلاقوا مسلخ بشري بشيب شعر الراس، وروائح الجثث المتعفنة معبية المكان. مارس الدكتور باول في أبشع جرائمه، في جثث كتيرة متعلقة على الحيطان. بيلاقوا جثة متعفنة عم تنتحر بشكل مرعب صار لها على الحالة عدة أعوام. وبيصحى القتلة لما بيشوفوا الضوء. أشباح بشرية أشكالهم من الجحيم، بيتصدوا لهم على قد ما بيقدروا. بيطلقوا النار عليهم عدة مرات. جيش المومياءات عددهم كبير. بيطلع لهم مسخ مرعب بيسحب جيمس وبيقتله بدون رحمة. بينجو منه دانيال بعجوبة. منشوف الممرضة أليسون تحت رحمة الدكتور باول، بده يجري عليها عمليات مرعبة ويحاول يستعيد فيها بنته اللي ماتت. هالمجرم كان هو السبب بضياع الطفل منهم، وعم بيحاول يخليها تخلف بنته اللي ماتت بعقلية إجرامية خرجت عن المألوف. بيكذب عليها وبيوعدها بالسعادة الأبدية بجحيم التعاون مع الشيطان. ماجي بتدخل بمراحل خطيرة بتعجز كيم عن مساعدتها. الوقت انتهى وموعد الولادة حان، وبيطلب منها الجد بنت تتصرف بأي شكل. تطلع له حفيدته ماجي وبتقتله مباشرة. طلعت ماجي شريكته للدكتور باول بمخططه الإجرامي. عبث الدكتور بعقله وخلاها تحمل منه، وبتطلع لا مبالية بمرافقة الشياطين. الشياطين اخترقوا المشفى ولا يمكن تصدي إلهم بأي طريقة. بتهرب منهم كيم وبترتعب كتير. بتقفل كيم الباب بالفاس وبتتخبى بغرفة التعقيم. بالطابق الثالث تحت الأرض بيشوف سايمون صورة عائلية إلهم متعلقة على الحيط. وبتاني باب بيلاقي غرفة من بيتهم القديم اللي عاش فيه طفولته. البيت مخرب وجثة أمه ممدودة على الأرض. بوجه الضوء بيلاقي أبوه واقف قدامه. بيهجم على سايمون بشراسة كبيرة وبيخنقه بالبارودة. بيحمله مسؤولية هالجريمة وإنه عائلتهم ماتوا بسبب إهماله. بيقول له ريد ما كان لازم تتركهم، أنا وصيتك تحميهم بغيابي. فبيضطر سايمون يهاجمه بشعله ويبعده عنه. على أثر الإصابة بيصحى ريد وبيتلاشى السراب. بيكون اللي صار معهم مجرد أوهام من صنع الدكتور باول. باول هدفه يساوي عداوة بيناتهم ويتخلص منهم بأسرع طريقة. بالممر السفلي بوقف دانيال وبياخد نفس عميق. بيفتح الباب بيلاقي أليسون ممدودة على طاولة التشريح. الدكتور باول عبث بأحشائها وخلاها تحمل مثل ماجي. بيمسك دانيال إيده وبيطمنها لكن تتحول إيد أليسون لرماد. وبيتشكل من جسم أليسون أزرع أخطبوطية بهيئة شيطانية وسرطانية بشكل غير معهود. بيسمع دانيال صوت الدكتور باول عم بيتفوه بخرافات حقيرة. بيرفض دانيال هالخزعبلات وبيبدأ يقطع أذرع الشيطان بكل قوته لحتى يلاقي نفسه بقاعة الموتى قدام الدكتور باول. بيقول له باول شو رأيك بإنجازاتي؟ بيقول له أنا شايف مسخ حقير ومفكر حاله إله. بصير الدكتور باول يتفوه بهرطقات وعبارات كفرية بحق الإله حاشاه. وبلحظة بتجيه ماجي وبتطعنه من الخلف. ماجي تجردت من إنسانيتها وتوجهت لعبادة الشرير. بتقرب لعنده وبتترجاه، بتطلب منه إنه يبارك الجنين. بحط باول ايده على راسها وبيمنحها لعنة ثلاثية الأبعاد. بتمزق هاللعنة أحشائها بعنف شديد وبتقطع أوصالها بدون رحمة. تصرخ ماجي من آلامها اللعنة، بتتمخض وبتنفجر أحشائها تفجير. نتيجة هالولادة وحش حقير ومخلوق من مخلوقات الجحيم. طول عمره الشيطان بيخدع أتباعه. وبيوصل على المكان ريد وسايمون بيتصدوا للوحش بكل قوتهم، لكن الوحش قوي وعصي على المواجهة. بيقضي الوحش على ريد وبيخترق أحشائه. النهاية محتومة والموت أكيد. بيسكب رد البنزين على حاله وبيطلب من سايمون يفجرهم بأقصى سرعة. بيفجرهم سايمون وبيحترق الوحش وبيهرب سايمون من فتحات التكييف. بهاللحظة بيكون باول ماسك دانيال من رقبته. بيقول له قدامك خطوة بسيطة لتجتمع بأليسون وتدخل على المجد من أوسع أبوابه. بكفي إنك تعترف فيه كإله واللي بدك يا بيصير. مجدني ولو بكلمة وحدة بس قول نعم. نعم بس على الهاوية يا شرير. بيدفعوا دانيال وبيوقعوا اثنيناتهم بمثلث الشيطان. بينهار المكان وبيتداعى. منشوف سايمون عم يهرب من الوحش بيناتهم أمتار معدودة. بينغلق الجدار وبينسحق الوحش وبينجو منه سايمون بعجوبة. بيلاقي حاله صار جوات المشفى. الزلزال توقف وصار الوضع طبيعي. شمس الفجر أشرقت عليهم، لكن للأسف جثث القتلى بكل مكان. مجازر هائلة ومرعبة صارت بالليل. بيسمع بين الممرات صوت بنت عم تبكي. بخاف كتير وبيحمل أنبوب الإطفاء وبيستعد للمواجهة. بيلاقي كيم حاملة الفاس وخيفانة أكتر منه، فبيحضنوا بعض بدفء إنساني عميق. انتهى الكابوس وهن الوحيدين اللي ضلوا عايشين. بيعيشوا مع بعض بأمان بإشراقة فجر جديد. أما دانيال وأليسون بيلاقوا حالهم بصحراء حقيرة معتمة وجرداء. كان وعدهم الدكتور باول بجنات النعيم، خدعهم ووداهم إلى الجحيم. الفيلم انتهى، كان ملخص التسلية فقط. أنا وفريق ملخصاتك عنا نبرأ من كل ما ورد فيه.